مساء الفل او صباح الفل على حسب ما تشوف الفيديو. النهارده هنتكلم على انترودكشن بسيطه جدا عن الاس كيو ال. هنفهم بس ايه البرنامج دوت، والبرنامج دوت هو بيفيدنا في ايه، وايه التارجت بتاعنا منه، عشان نفهم واحنا بندرس احنا بندرسه ليه، وايه وهو في انهي ستيب اصلا من التحليل بتاعتنا، وبيوصلنا لايه بالظبط. طيب، اول حاجه هنبدا نتكلم فيها الجزء الاساسي. ايه هو السيكوال؟ الاول السيكوال دوت هو اختصار لستراكشرد كويري لانجوج. طيب، هو حاجه عندنا اساسيه في التحليل. طيب، خلينا مبسطين الموضوع على نفسنا شويه. هل هو بخش ابدا اعمل فيه تحليل كامل، اناليسيس كامله؟ لا. هو بالنسبه لنا هي لغه استعلام. يعني ايه لغه استعلام؟ يعني نفترض ان انا مثلا عايز اجيب داتا من داتا الشركه، من الداتا اصلا بتاعت الشركه الاساسيه. انا واحد من الناس، بمثال بسيط جدا، جيت اشتغلت في الشركه ديت امبارح. تمام. الشركه دي بقى لها 10 سنين فاتحه في السوق. فانا عايز اعرف مثلا مبيعات الشركه ديت من 3 سنين فاتت. فساعتها بضطر ان انا اخش للداتابيس بتاعت الشركه ديت، ابدا اخد الداتا بتاعت 2000 مثلا 22، وابدا اعمل انالايز عليها. طيب، هل معنى كده يا ادهم ان السيكوال ما بيعملناش معادلات، او يعمل لنا السم والافريج والمين والماكس؟ اه بيعمل. هل ما بيعملناش نسب؟ لا، بيعمل الكلام ده كله. بس مش هي الحاجه الاساسيه معانا ان احنا نخش نقول نبدا نعمل انالايز بقى فيها. لا، انا ممكن انا باخدها ستيب معايا عشان ابدا اوصل للبوينت الاخيره بتاعتي. يعني مثلا الطلب مني تاسك ان انا اعمل برزنتيشن داشبورد والكلام ده كله، مش هعمله بالسيكوال. انا ممكن اجيب الداتا اللي انا هبدا اعمل بيها الاناليسيس بتاعتي من السيكوال، ومن ثم اخد الداتا ديت اوديها للباور بي اي، اعمل الفيجواليزيشن بتاعتي، وابدا اعمل الداشبورد بتاعتي، وابدا اعمل البرزنتيشن بتاعتي واعرضها. نفس الفكره ممكن اخد الداتا اوديها على الاكسل، وابدا اعمل البيفت تيبلز والحاجات دي كلها. طب هل السيكوال ما بيعمليش بيفت تيبل؟ لا، بس بيعمل لي حاجه شبيهه للبيفت. هو انا اقدر اعمل بيها سمري؟ اه طبعا تقدر تعمل سمري. تقدر تعمل بيها ريبورتس؟ اه طبعا تقدر تعمل بيها تقارير. فبيعمل كذا حاجه، بس هو مش هقدر اقول لك اللي انت بتعمل بيه اناليسيز 100%. هي ستيب في طريقك عشان توصل للريزلت اللي انت عاوزه، او التاسك اللي اتطلب منك. فده سريعا عن الاس كيو ال. طيب، الاس كيو ال بيشتغل في كميات داتا كبيره جدا 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 مقارنه بالبرامج التانيه. يعني ايه؟ يعني مثلا هنا مقارنه ما بين السيكوال والاكسل. احنا عارفين طبعا ان الاكسل اللي بيشيل في الشيت الواحد حوالي مليون 48 الف رو. ممكن تعمل شيت 2 و 3 و 5. طيب، لما اجي اديك برضو في نفس المثال اللي انا لسه مديه من شويه، من الشركه بقى لها 10 سنين فاتحه، فاكيد مش هيكون عندها داتا 10000 رو. هي الشركه ممكن يوصل لها الداتا بتاعتها مثلا ل 2 مليار رو. فالاكسل مش هيشيل كل الداتا دي. الباور بي اي ممكن يعمل لاج وانت بترفع الداتا اصلا. فساعتها الحل هنا ان انا ابدا اخش استكشف الداتا بتاعتي من الاس كيو ال، واختار داتا معينه ابدا استحضرها من السيكوال. فساعتها هو بيقدر يشيل داتا كبيره، بيقدر يشغلني على كم كبير من الداتا، ابدا استعلم عليه، ابدا اخد داتا معينه از يو لايك ان انت تقدر تعمله. يعني مثلا لو التاسك طلب مني، مدير قال لي عايز اعرف مثلا تراكنج مثلا من للداتا بتاعتنا من 2015 لحد مثلا 2025 لحد امبارح. فاوريدي انا هجيب له سمري، او اجيب له مثلا نقول بيفت تيبل او حاجه زي البيفت تيبل، او نجيب له مثلا ملخص لكل سنه احنا عملنا كام، كل كوارتر عملنا كام. تقدر تعمل السمري دوت بالسيكوال، وتقدر تشوف الداتا من السيكوال. بس الداتا دي مش هتقدر ترفعها كلها 100% على الاكسل ولا الباور بي اي. طيب، أنظمة التشغيل هنبدأ نتكلم فيها وهنعرفها برضو، وإيه هو نظام التشغيل أو نظام إدارة قواعد البيانات عندنا في الاس كيو ال. طيب، من أهميات الحاجات السيكوال عندنا في التحليل، إن هو زي ما اتفقنا إن هو بيشتغل على بيانات ضخمة جدا، ممكن توصل لها 10 20 مليون رو عادي وأكتر من كده. وعدد الكولمز طبعا بيكون معانا كبير، نقدر نشتغل فيه براحتنا. طيب، جزء الأمان عندنا ودقة البيانات طبعا. طيب، الجزء دوت مهم جدا. السيكوال زي ما احنا عارفين، أو اللي هو برنامج، أو هو أداة احنا بنشتغل بيها. طيب، هل هو برنامج بمعنى مسمى برنامج؟ لا. هو في البرنامج دوت هو حاجة بتعرض لي، أو حاجة بتوصلني بالسيرفر بتاع الشركة. يعني
زي مثلا الابليكيشن هو بيوصلك للداتا اللي انت هتشوفها، بس هو مش الاساس، هو حاجه وسيله بتوصلك بالسيرفر بتاع الشركه عشان تبدا تجيب منهم الداتا. فبالتالي الامن هنا ايه؟ ان انت لما بتيجي تعمل كونكت بالسيرفر او بالمكان اللي فيه الداتا بتاعت الشركه، بتبدا تدخل اليوزر بتاعك والباسورد بتاعك اللي شغالين في الداتا ساينس مثلا، او الانجينيرنج اللي موجودين في الشركه، يبداوا يعمل لك يوزر نيم وباسورد، تبدا تعمل ساين ان بيهم وتخش على السيرفر بتاع الشركه تجيب الداتا اللي انت عاوزها. طيب، جزء سرعه العمليات الحسابيه. العمليات الحسابيه عندنا جزء الكالكوليشن، او جزء مثلا استحضار الداتا، او جزء ان انت تبدا تستعلم عن داتا معينه. السيكوال بيكون سريع فيه جدا. يعني نفترض ان انا هديكوا جاست اكزامبل تقدر تشتغل على 3 برامج. داتا مليون رو، حطيتها مثلا في الاكسل وحطيتها في الباور بي اي ورفعتها على السيكوال. لما اجي تاسك لحضرتك اقول لك مثلا انا عايز مثلا عايزك تجيب لي الداتا فقط بتاعه ريجون مثلا ويست، مثلا عند منطقه مثلا سين، تمام. انت عشان تفلتر في الاكسل هياخد مثلا معاك وقت قد ايه؟ 20 ثانيه. لما بتعمل فلتريشن مثلا او معادله مثلا او داكس في الباور بي اي، هياخد معاك مثلا 10 15 ثانيه عشان يرن. في السيكوال ممكن ياخد معاك 5 ثواني لما تكتب الكويري. فهو سريع في البوينت ديت، بس خلي بالك زي ما بقول هو استعلام، يعني انت بتستعلم عن داتا، بتطلع تيبلز عشان تشوف الداتا بتاعتك، عشان تبدأ تاخد الداتا وتشتغل بيها. طيب، انتقل لبوينت تانية، التعامل مع البيانات او الحجم الكبير من الداتا. زي ما جيت اتفقت، هو طبعا بيشتغل في بيانات ضخمه زي 2 3 مليار رو، وحوالي مثلا نقول مليون كولم مثلا، مقارنه بالاكسل زي ما جيت اتفقت واديتك مثال قبل كده. حته المؤسسات طبعا شغالين بيه، طبعا شغالين بيه، مفيش مؤسسه مش شغاله بالاس كيو ال. ليه؟ لان هي ليها هيستوريكال داتا. فاكيد يعني الهيستوريكال داتا ديت مش هيخزنوها في اكسل، لان الاكسل ممكن قابل ان هو يتلف في اي وقت. الباور بي اي نفس الفكره. فبيخزنوها في السيرفر بتاع الشركه، وبنقدر نشتغل بالاس كيو ال عشان نوصل للداتا ديت. دي من اهم البوينت. طب هل سؤال برضو ممكن حد يساله، هو هل السيكوال او السيرفر غير قابل للاتلاف؟ لا طبعا، قابل للتلف. فساعتها بنخش الاجزاء زي الباك اب، وبنبدا نعمل باك اب خلال فتره زمنيه. والباك اب ليه كذا بوينت اصلا، في باك اب كامل وباك اب جزئي وباك اب استكمالي. الحاجات دي كلها هنبدا نفهمها بامر الله في الكورس معانا. طيب، ايه هي الدي بي ام اس؟ طيب، الدي بي ام اس بمنتهى البساطه هي داتابيز مانجمنت سيستم. طيب، ملخصا عشان تكونوا فاهمين ايه الكلام دوت، هو برنامج بينفذ لي الاوامر بتاعت السيكوال، الكويريز بتاعت السيكوال. فلما بينفذها لي لازم برنامج يوصل لي للسيرفر، فالبرنامج دوت هو العامل المتصل ما بيني وما بين السيرفر بتاع الشركه. طيب، من اشهر الانظمه اللي بتاعت الدي بي ام اس زي ماي اس كيو ال، سيكوال سيرفر، والاوراكل. طيب، احنا هنشتغل عليه على السيكوال سيرفر. طب هل في اختلاف خفيف ما بين كل واحده والتانيه؟ بس اوريدي الكويريز واحده. يعني لو مثلا انت افترضت عايز تجيب معلومات من تيبل واحد عن واحد اتنين تلاته، هل اللي هيعمله لي الماي سيكوال غير اللي هيعمله لي السيكوال سيرفر؟ لا، كله هيطلع لك نفس الريزلت عادي جدا. الكويريز تختلف؟ لا، ما تختلفش. بس التعامل مع ده غير ده غير ده، واجهة برنامج مش اكتر. طيب، جزء تاني لازم تكونوا فاهمينه. العمود الفقري لإدارة البيانات هو الاس كيو ال. وخلي بالك ليه إدارة البيانات؟ انت بتدير البيانات، تمام. يعني انت معاك كمية داتا كبيرة بتقدر تشتغل بيها وبسرعة وبكفاءة عالية وكل الكلام ده. طيب، هو هنا آمن في التعامل مع استدعاء البيانات. لما تيجي تستدعي بيانات فهو من أكتر الوسائل، زي ما قلت لكم، عشان ليك يوزر وباسورد. مش أي حد يقدر يخش على الداتا ديت غير اللي ليهم يوزرز وباسورد. طيب، بيفتح لك طبعا آفاق جديدة عشان بيعلمك كذا حاجة في الداتا عندنا، وبيبدأ يوريك الداتا، وبيبدأ إزاي يعرفك أصلا، يفهمك أنا أنهي كويري اللي أنا هستخدمه عشان أخش على الداتا وأقدر أجيب الداتا اللي أنا محتاجها. طيب، للعلم في الكورس بتاعنا او في الكورس اللي انا هبدا اشرحه، انت لازم مبدئيا تكون حاطط في دماغك واتس تارجت. تاني بقولها تاني ليه؟ لان انت لازم تكون عارف في دماغك انا عايز اخش اجيب تيبل في واحد اتنين تلاته اربعه بالصوره الفلانيه. فعلى اساس دوت، على اساس المايند سيت، او على اساس التارجت اللي في دماغك، هتبدا تكتب الكويري، هتبدا تكتب الساينتكست بتاعت السيكوال عشان تبدا تكمل وتبدا تخش على الستيب اللي بعد كده.
بس كده احنا خلصنا introduction سريعة عن ال SQL. وبإذن الله لما نبتدي الكورس هنفهم كل ستيب احنا بنعملها ليه، وهنفهم السيكوال انهي ستيب في خطواتنا في التحليل، ووات از نيكست بعد السيكوال، هنروح بالداتا دي لفين وهنعمل بيها ايه بالظبط.